وكأن أبو هريرة استيقظ من جديد. بطلة أفلام ومسلسلات هذا العام قطة. قطة ثبتت للعالم أنه بمشهد واحد يمكن أن يجتمع إنتاج وسيناريو وإخراج وتسويق وانتشار في وقت واحد. بطلة قضت على مخرجي هذا الموسم بقطة واحدة تكلفتها معدومة، تفوقت على كل صانع المسلسلات بالتكاليف الباهظة المليونية، وصفعت ممثل التضليل على وجوههم كتاب القذارة من الجهل أمثال إبراهيم عيسى، الذي لا يهم له إلا تشويه كل ما هو إسلامي، لدرجة أنك تعجب وتسأل ما هي ملته حقا، فتأتي قطة صغيرة في مشهد عفوي. تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. لتثبت للعالم أجمع جمال وعظمة ورحمة وإنسانية الدين الإسلامي. إنها في الأصل قطة، لكنها بطلة عالمية في إيصال الرسالة في مشهد قصير لا يتعدى الدقيقة داخل المسجد، وبطل تلك المشهد قطة، والبطل الأهم إمام وشيخ تلك المسجد وهو يصلي ويقرأ القرآن. مشهد واحد من داخل المسجد خرب عليهم مسلسلاتهم وأفلامهم وتضليلهم للناس. مشهد عاد بنا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عاد بنا إلى أبي هريرة عليه السلام. مشهد واحد انتصر على أشهر 3 مسلسلات في رمضان. أوقفوا أكاذيبكم، لم نعد نصدقكم. جند ضعيف من جنود الله يصرعكم جميعا على وجوهكم ويكشف ألاعبكم وتجارتكم القذرة. مشهد قصير في الجزائر انتصر على أشهر 3 مسلسلات في رمضان هذا العام. لا أقول أن الشيخ وليد هو انتصر على دراما رمضان، لكن القطة من انتصرت، فالشيخ وليد المساس أرقى من دخول في تلك المقارنة. وقد انتصرت تلك القطة على مسلسل حضرة العمدة الذي كتبه إبراهيم عيسى ليقول للناس أن الإسلام يقسو على البشر ويقيد حريتهم. القطة انتصرت على رسالة الإمام، حيث يقدمون لنا الإمام الشافعي العظيم على طريقتهم الخاصة بطريقة سيئة جدا ورقيقة. فقد قال صلى الله عليه وسلم على القطط والرحمة بهم، قال: يا أنس اسكب لي وضوءا، فسكبت له، فلما قضى حاجته أقبل إلى الإناء، وقد أتى هر فولغ في الإناء، فوقف وقفة حتى شرب الهر ثم توضأ، فذكرت للنبي أمر الهر، فقال: يا أنس إنها من مشاع البيت، لن يقذر شيء ولن ينجسه، وقد نهانا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، نهى أن يقص المرء أجزاء من الحيوان قد تضره. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الدين الإسلامي دين رحمة، وما أشبه اليوم بالبارحة، وكأنه مشهد لأبي هريرة، وبالفعل وكأنه البارحة. فلا توجد تجهيزات، لا إعدادات ولا كاميرات ولا استوديوهات ولا تكاليف وتصنع وشو إعلامي، لا ملايين تنفق لإخراج لقطة سمجة يملأها التكلف، لكنها تحمل الكثير والكثير من المعاني وتجلى بها الإنسانية والرحمة. والرحمة ليست قصرا على الإنسان، وديننا دين يصلح لكل زمان ومكان، ويصلح للبشر والحيوان وحتى الحشرات، بل ربما كانت الرحمة أوجب على الحيوان لأنه لا يعقل. فلو شاء لهداكم أجمعين. في مشهد المسجد الذي تراه عزيزي المشاهد تظهر لنا رسائل كثيرة، ورسالته هي تدليس الحق وإظهار الباطل. فإذا نظرت إلى تصرف الشيخ رأيت فيه حكمة تصل للعالم أجمع. الشيخ وليد إمام مسجد في الجزائر، وأثناء صلاة التراويح عندما جاءت قطة صعدت على كتفه وهو ساعدها كي لا تسقط، صعدت فوق كتفه وقبلته، لم يضربها، بالعكس أرسل لنا رسالة صامتة تعبر عن الكثير والكثير.
إذا شاهدت الأفلام تجد أنهم يصوروا الشيوخ والأئمة أنهم مرعبون ويخيفون، حتى وصل بهم الحال إلى تركيب ذقن صناعية والدخول في مشاهد التبجير والترهيب وتشويه صورة دينهم. فماذا تركوا للكفار عزيزي المشاهد؟ المشهد بالفعل كان مثال على الرحمة والحب. القطة الجميلة والشيخ الجميل رسموا البسمة على قلوب كل من شاهد تلك الصورة. إنها لوحة مرسومة عنوانها الرحمة والحب، وإن الرحمة واجبة على البشر بعضهم لبعض، وكذلك الحيوان لا بد من الرحمة بهم وتقديم الطعام والماء لهم. وسيعاقب الله كل مخرجين هؤلاء المسلسلات أشد العقاب، فكيف للمسلمين أن يفعلوا ذلك؟ في انتظار آرائك عزيزي المشاهد، وإن وصلت إلى هنا فأذكر الله، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.